واحدة اتصلت للراجل بتتكلم معه عشان يجيب لها حاجات الخضار، واثناء ما هي بتتكلم المكالمة فصلت، الرصيد انتهى. قامت مشت لحماتها قالت لها اديني التليفون اتكلم مع الراجل ده عشان يجيب لنا الخضار، وحماتها ادتها التليفون. قامت كتبت الرقم كده لقيته مسجل باسم راجل القعنجة. قامت اتصلت على راجلها قالت له خلاص الخضار خلوه ما دايرينه. وحماتها قاعدة هناك اظنها اتذكرت انه هي مسجل الاسم براجل القعنجة. قامت جات جارية للبيت قالت لها اتصلت له ولقيته الرقم. البيت قالت لها ngok 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 ngok. عمك شايف في الولايات عنده ولد وخلاه فات سافر امريكا. الولد ده طول ما اتصل عليه ولا قدر يتواصل معه. عمنا قام باع البقر والحواشه والبيت واي حاجه عنده، قام سافر فات امريكا. نزل المطار قاعد يفتش ولده كده ما لقى اي حاجه. لقى له زول كده قال له في زول اسمه بيبو، الزول ده بعرف السودانيين كده بس امسك فوقه وبوديك لي ولدك ده. وعمك لقى رقم بيبو جاي شغل عليه مكالمه ورا مكالمه مكالمه ورا مكالمه لحد ما لما فوقه طلع زول شبعان اسود كبير. عمك قال له والله انا ما بخليك الا توديني لجبريل ولدي. بيبو قال له خلاص كويس راح. طبعا جبريل ولده بقى زول جلاب عنده ناطحه سحاب عماره كلها قزاز وفوق للسحاب. وبيبو جاب لك عمك العمارات ركبوا الاسانسير ماشيين شويه، المدينه بقت تحت شويه ويصلوا السحاب فوق شويه، الاسانسير ده ماشي. عمك اتخلع قام قال لي بيبو يا بيبو انت موديني ليا جبريل مش ولدي.